أغرب أماكن شفتني بحياتي. هلا والله، مشتاق لكم كلش. هواي آسف على التأخير، صار لي وايد ما ناشر، يعني أتمنى تسامحوني. والله كان عندي ظروف كلش يعني قوية. وقبل ما نبدأ لا تنسون تشاركون المقطع لأن ما بقى شي وادخل 1000 مشترك. ويلا خلونا نبدأ بالمقطع. المكان الأول بوابة الجحيم، هي من اسمها يعني غريبة، شنو بوابة الجحيم؟ موجودة بتركمانستان. ما أعرف الفضل اسمها، هذا اسمها. المهم يعني وضح لكم. هاي الحفرة بيها نار وصار لها تحترق من سنة 1971 سنة. تخيلوا وش قد صار لها والنار بعدها حتى ما طافية. الناس اللي عايشين قريبين على هاي الحفرة يقولون جاي نسمع بيها أصوات غريبة وما نعرف شنو مصدر هاي الأصوات. الله يعلم شنو ذن الأصوات الجاية طبعا. المكان الثاني غابة هويا باشا. والله العظيم ما اعرف انه المكان غريب اسمه، لان هن اصلا الاماكن غريبات، فشلون ذا المكان مو غريب؟ تعرف مثلث برمودا الاوروبي؟ الناس اللي يدخلوا له يحسون بشي غريب، وحتى من يطلعون تحسهم بيهم شي. هاي الغابة نفس الشي، الناس اللي يدخلون بيها راح يحسون بدوخة واشياء غريبة بيها، وحتى لو طلعوا من المكان راح يبقون يحسون بشي غريب لحد الان. ولما يصورون صورة داخل الغابة تطلع مشوشل ويعني يطلع بيها شي غريب. العلماء ما قدروا يفسرون شنو الموجود داخل هاي الغابة. المكان الثاني قرية كولالاتشي. اسماء الاماكن اغرب من المكانات بنفسهن. راح اختصر لكم قصة هاي القرية. قرية كاملة صار بيها مرض غريب، وهذا المرض انه الناس ينامون فجأة ومدة ايام كاملة بدون سبب. خل اوضح لكم اكثر. تخيلوا جالس تمشون بالشارع فتلقون ناس فجأة نايمين على الشارع، نايمين مثلا على الحشيش وعلى اي مكان. العلماء اللي جاي يفسرون هذا المكان احتاروا، هل هذا اشعاع؟ هل هذا غاز؟ هل هذا شنو؟ ما عرفوا يفسرون هذا الموضوع. وكتبوا لي رايكم يعني بالقريه هاي شنو موضوعها. انت تتمشى بالشارع تلقى واحد نايم فجاه. مقبرة كابوشين. صدقني انه هاي اغرب مقبرة راح تمر عليك. انا اقول لك ليش. هاي المقبرة موجودة بايطاليا. شنو قصة هاي المقبرة؟ تعالوا احكي لكم. بهذا المكان اكو جثث واقفات من فترة كلش طويلة، واكثر من 8000 جثة موجودة بهذا المكان محفوظات بشكل ولبسهن، واقفين على الحيطان. وبعض الجثث موجودين من القرن 17. تخيل. والله اغرب مكان مر علي هذا. اريدكم تخلون لايك بالمقطع واشتركوا بالقناة ما بقى شيء وادخل 1000 مشترك. وشكرا لك لان كملت المقطع. اشوفكم بالمقطع الجاي. لا تنسوا اللايك والاشتراك. في امان الله.